السلام عليكم وأهلا بكم. اندلاع الحرب الأخيرة خلى كل الخطط والأمور المستخبية لدول الجوار ترجع تاني على السطح، وإن خطة التهجير اللي بتتبناها إسرائيل رجع تاني للظهور، وده بعد طموح أثيوبيا لشراكة في مشروع بيسعوا فيه هما الاتنين إنهم يعندونا وخلاص. البعض صنفوا بإنه كابوس بيواجه اقتصاد مصر، وهيكون مشكلة كبيرة على أرض الواقع حال تحقيقه، بيظهر بين كل فترة والتانية بدون سابق إنذار. الكلام هنا عن قناة بن غوريون الإسرائيلية، واللي تم تصنيفها بإنها محاولة عشان تكون ورقة ضغط علينا. هو إيه الجديد اللي حصل وخلى إسرائيل تثير الجدل بمشروع قناة بن غوريون من تاني، من خلال بعض القنوات والمنصات اللي بتسرب لها بعض المعلومات عشان تخرج تتكلم بلسانها؟ مصر هيكون رد فعلها إيه على الكلام ده؟ وقناة السويس دلوقتي هتواجه الحملة اللي عليها ازاي؟ ويا ترى فعلا قناة السويس ممكن ما يبقاش ليها دور في المستقبل لو تم إنشاء القناة؟ كل دي أسئلة بتدور في الأذهان بمجرد إثارة قصة بن غوريون، وعشان كده يجي دورنا إننا نوضح كل الحقائق ونكشف كل التفاصيل. الموضوع المرة دي محتاج مزاج عالي. جهز فنجان قهوة مظبوط عشان يبقى على مستوى الكلام. خليك فاكر إننا بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. لو القهوة جهزت يلا بينا نقول القصة من البداية للنهاية. مع محمد فرج هتعرف كل الحكاية في المراية. واحنا بنبدأ حلقتنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعرف فكرة قناة بن غوريون جت منين، ومين هو غوريون ده أصلا؟ غوريون ده أول رئيس وزراء إسرائيل. الراجل ده في بداية الخمسينات كان بيحلم إنه يعمل قناة ينافس بيها قناة السويس المصرية، وعشان يضمن لإسرائيل وجودها الاقتصادي في الشرق الأوسط والعالم كله، ويحمي مصالحها والاقتصاد الإسرائيلي يزدهر، وأشياء من وازع المخططات الحمصي إن صح التعبير. القناة اتأخر تنفيذها لأن الموضوع ما كانش بسهولة طرحها على الورق، بسبب ظروف كتير لازم تتهيأ، منها الجغرافيا والعلاقات الدولية والتمويلات الضخمة. كمان اللي تم اكتشافه ان القناة ليها اكتر من خطة ومسار، كل مسار ليه تكلفته وظروفه المعينة اللي المفروض تتهيأ، ده غير الاستقرار والامن السياسي، وان ما ينفعش تجارة العالم كله تعدي على ممر مستهدف بأي شكل من الاشكال. المسار الأول للقناة كان هيطلع من إيلات على البحر الأحمر، وبعدين يطلع على حيفا، واللي يعتبر فيهم أكتر المسارات الصعبة جغرافيا. المسار الثاني تكلفته أقل شوية، واللي هيطلع على البحر المتوسط. المسار الثالث هو مسار الاستيلاء على غزة بالكامل، وهو الأكثر والأقل تكلفة تماما، وهنعرف ليه كمان شوية، بس عايزك تركز معايا في اللي جاي. إيه موقف مصر من حلم بن غوريون؟ مصر ما سكتتش على الحلم ده، وبالفعل بدأت تفكر في خطط تقضي بيها على الكلام ده من أيام عبد الناصر، واللي اقترض ساعتها من البنك الدولي عشان ينشئ قناة السويس الجديدة، ولحد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، واللي عملها بالفعل. لكن المشكلة عند إسرائيل أصبحت راسخة في تحقيق الحلم المزعوم، وهو إن الحرب في غزة بتكلفهم تقريبا 250 مليون دولار يوميا، وده أمر رهيب جدا، وما يقدروش من خلاله إنهم يعملوا قناة كانت هتتكلف من 5 سنين 55 مليار دولار. المسار الثالث اللي اتكلمنا عنه فوق وهو الأكثر والأوفر، هو الاستيلاء على غزة وحفر القناة في غزة للربط بين إيلات والبحر المتوسط عن طريق غزة، وبكده ده هيكون الحل الوحيد والسحري لإسرائيل في إنها تحقق حلم قناة غوريون وبتكلفة أقل وبمسار أقصر، وهيكون شبه أو بالفعل نفس طول قناة السويس. طب يا ريس، إيه موقف القناة التانية اللي بيتم الترويج له؟ المفاجأة بقى هنا إن إسرائيل بتخطط إن هي تعمل قناتين، مش قناة واحدة، قناتين، واحدة رايحة وواحدة جاية من البحر الأحمر للمتوسط والتانية من المتوسط للأحمر. عرض القناة هيكون بعمق 40، وده هيسمح لسفينة بطول 300 متر إنها تعدي في القناة بشكل عادي، وده أكبر قياس لسفينة ممكن تعدي. وده لو اتعملت من غزة ومشيوا في المسار الثالث هيكون تكلفته تقريبا أقل من تلت المسار الأول،
وهو تقريبا 15 مليار دولار قدام 55 مليار دولار، وهو المسار الأول والأصعب اللي اتكلمنا عنه. بنوك أمريكا كمان تعاطفا معهم في الحرب بغزة هيقوموا بالمشروع في حدود من 3 إلى 5 سنوات، وده بعد الانتهاء من المشروع الواهم في دماغهم بخصوص فلسطين. ايه الآثار اللي هتترتب على قناة السويس في حال تم إنشاء القناتين دول؟ عايزك تركز معايا يا ريس كده وتعرف ان قناة السويس بيعدي منها حوالي 15% من التجارة العالمية، وحوالي 10% من تجارة النفط على مستوى العالم كله. وطبعا في حالة قناة جوريون النص هيروح لإسرائيل، وبما ان إسرائيل ليها نفوذ في الغرب بشكل قوي فده هيساعدها ان هي ممكن تحقق إيرادات أعلى، وبالتالي إيرادات قناة السويس هتقل، وبكده هيكونوا حققوا اللي بيخططوا له، وهتكون قدرت ان هي تسيطر على التجارة العالمية في الشرق الأوسط، وهتقدر انها تتحكم في إيرادات مصر. وفي الحالة دي لا قدر الله ممكن الإيرادات تقل من 10 مليار دولار ل 4 مليار دولار سنويا، وبالتالي إسرائيل هتكون قدرت انها تحقق 6 مليار دولار سنويا، وده بشكل مبدئي، لأن الموانئ الإسرائيلية هتكون هي خط الوسط بين دول آسيا ودول أوروبا، وبسبب ده الدول اللي مصدرة للنفط والغاز هتكون مرتبطة بأنها تحافظ على مصالح إسرائيل وعلى قناتها وتوسعاتها، وكل ده بيهدد قناة السويس بصفة خاصة والاقتصاد المصري بشكل عام. بس نحط ما بين قوسين، هل هيقدروا يأمنوا في ظل الضرب ده قناة بالحجم ده؟ الأمن عندنا لا مؤاخذة يا ريس. ايه كمان قول لي عايزين يعملوه؟ اسرائيل عايزه ان هي تنشئ مدن صغيره او فنادق ومطاعم وغيرها على طريق القناه، وده عشان يقدروا يستفيدوا منها في السياحه بهدف دعم الاقتصاد الاسرائيلي اللي اتدمر في اكتر من مجال زي الطاقه والصناعه والتجاره والزراعه والمناطق اللوجستيه وغيرها كتير. كمان عايز اقول لك ان مشروع القناه الاسرائيليه ده بيهتم بمجال الطاقه الكهربائيه، واللي هيوفر 650 مليون دولار كل سنة، ده غير تحلية المية واللي هتقدر انها تحول صحراء النقب لواحات ومشاريع تانية كتير، وده طبعا هيشجع على الهجرة ليها وانهم يبنوا مستوطنات ليهم كإسرائيليين. ايه خلاصة الموضوع؟ وهل قابل للتنفيذ فعلا ولا كلام وشعارات وهمية في الهواء؟ الفكرة ما اكدبش عليك مغرية لإسرائيل، لأن الخريطة المنشورة اللي بتحاول تروج للخطط غير معروفة المصدر تمتد من خليج العقبة للبحر المتوسط كبديل لقناة السويس. الفكرة اتكشفت من زمان في أول مذكرة أمريكية سرية سنة 1963 تم رفع السرية عنها من قريب، بأن القناة هتكون بواقع 160 ميل بطول أكبر من قناة السويس ب70 كيلومتر. لكن عايز اقول لحضرتك ان المسار الاول وهو الاقرب للتنفيذ لاسرائيل رغم انه كبير التكلفة زي ما قلنا هو اللي ممكن يحصل، ولكن هيواجههم صعوبة تكاد تقترب من الاستحالة، من ارض منخفضة وصحراء وجبال، وفرق الارتفاعات بين المنخفضات والتضاريس بتوصل 380 متر. كمان كان في مقترح بالتفجير النووي لمساواة الارض ببعضها البعض، ولكن خطورة الذرات الخارجة من النووي خرجت الفكرة تماما من حيز التنفيذ. يعني من هنا الدنيا صعبة عليك في التكلفة والتضاريس، ومن هنا المقاومة مصعبها عليك في انك تستحوذ على ارض مش ارضك عشان تنفذها بأقل التكاليف. بعد اتفاقية كامب ديفيد اسرائيل فقدت الامل على الطرح، ولكن الفكرة لحت في الافق في 2015، ولغاية دلوقتي لم يتم الاعلان الرسمي عن بدء اي حفر لاي قناة تانية موازية لقناة السويس. خليك فاكر لما السفينة ايفر جرين انحرفت في 2021 الأجيال الجديدة في العالم كله عرفت أهمية قناة السويس، وإن طريق واحد في مصر يقف ممكن يربك العالم ويسبب خسائر توصل 9.6 مليار دولار يوميا. قناة السويس مفيش أي قناة إن هي تعوضها، خصوصا إن مصر قلب العالم وقدرت ان هي تنشئ مواني كتيرة زي السخنة، العريش، بورسعيد، اسكندرية عشان تكون مركز اقليمي في تجارة الحاويات. وعلى سبيل المثال للحصر ميناء بورسعيد واحد من افضل المواني في العالم، واللي بيحتل المرتبة ال10 عالميا وبيستوعب 15 مليون حاوية.
مصر عبقرية الزمان والمكان، محمية بقدرة الواحد الأحد والطبيعة اللي رسمها على أرضها دونا عن باقي دول العالم. ولا شايف إيه يا ريس؟ قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وهتلاقي عند حضرتك المصادر، ابقى بص عليها لو حابب. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.